الثاني. ف مرة أخرى اللي كان يعني تحديت بين قوسين، تحديت في النقاط، نتحدث أن فريق الجمهور الوجدي خاصة علاقتي وطيدة وعلاقتي حسنة معه، لا ما فاجأت حتى واحد، اللهم إذا فاجأت الناس اللي كانوا طامعين باش أتخلى عن كامل مستحقاتي، وهذا ليس من إذا كان من أخلاقي أن أكون سخي وأجود من جيبي الخاص على عمل الخير، فمرة أخرى لا يعني لا أتخلى عن حقوقي، فهمت؟ أما الكل يعلم أنه 25 جويلية استقلت، أول استقالة لي في 25 جويلية، بعد مقابلة أيت ملول استقلت وتكلمت معهم، هما ما حبوش، ولكن في النهاية فهمت الغرض من عدم قبول الاستقالة تاعي، لأن ما لم يكن في وسعهم، لأني كنت ساكت أكثر عن الماديات في المرحلتين اللي استقلت فيهم، ما تكلمتش عن المادية. في المرحلة الأخيرة أعطيتهم رسالة باش نطالب بالرواتب تاعي، فهنا أصبح أي جهدي غير مرغوب فيه في المسيرين، فأصبحت حسابات أخرى. فمرة أخرى الجمهور الوجدي أكن له بالاحترام ويتفاهم ذلك، يعني هاد الناس اللي عندك علاقتك بهم خليني نتكلم معهم ونشوف شكون هذا، لاني اتفاجأ اذا كان يعني الناس لا كاين ليس غاضبين، وانما نوريك الرسائل اللي وصلتني كلها تشجيعات، كلها تشجيعات. السيد جودي، هل تعلموا تنظموا السير وتير غير باش ننظموا الله يخليك.